أهلا بيكم في قناة أنا وطفلي. عمرك بصيتي لابنك وهو نايم وقلت في نفسك يا رب يطلع سوي، مش متعقد ومش مكسور ومش خايف من الدنيا؟ بس خليني أقولك حاجة يمكن توجع شوية. معظم التعقيدات النفسية مش بتبدأ من صدمة كبيرة ولا موقف خطير، بتبدأ من حاجات صغيرة جدا بتتكرر كل يوم من غير ما ناخد بالنا، زي كلمة أو نبرة أو نظرة أو حتى سكوت في وقت غلط، وبتكون ساعتها نيتنا طيبة بس الأثر بيقعد. وأكيد مفيش أم تصحى الصبح تقول أنا همسك ابني وهعقده نفسيا النهاردة، لكن في أمهات كتير بتعمل ده من غير قصد، مش بقسوة لكن بضغط، مش بإهمال لكن بتوقعات زيادة، مش بكراهية لكن بحب مشروع. والطفل بيستقبل كل ده من غير فلتر ومن غير دفاع. والمشهد اللي بيحصل في بيوت كتير ان طفل يقعد يحاول يعمل حاجة، يغلط او يفشل او يتلخبط، يسمع كلام زي انت ليه كده، او ما تركز شوية، او اخوك اشطر منك، او حرام عليك بتكسفنا، او مش وقته دلعك ده. الكلمات دي بتطلع وتعدي لكن جوه الطفل بتفضل قاعدة. طيب ازاي بيتزرع التعقيد؟ التعقيد النفسي مش معناه مرض ولا جنان ولا حاجة كبيرة. التعقيد يعني طفل بيكبر وهو شاكك في نفسه، خايف يغلط، مستني رضا الناس، وحاسس دايما انه ناقص. وده بيبدأ من 5 أخطاء بنعملها واحنا مش واخدين بالنا. أول خطأ وهو الحب المشروط. أخطر جملة ممكن يسمعها الطفل أنا بحبك بس لو سمعت الكلام، أو هفرح بيك لما تبقى شاطر. الطفل هنا بيتعلم إن الحب إنجاز وإن القبول بيساوي نتيجة، فبيكبر وهو بيجري مش علشان هو عايز لكن علشان يتحب. تاني خطأ ان احنا نقلل منه حتى لو بهزار، زي ان احنا نقول انت غبي او انت فاشل او انت دمك تقيل، حتى لو هزار، حتى لو ضحكنا بعدها. مخ الطفل مش بيفهم الهزار زي الكبار، وهو بيسجل وكل كلمة بتبقى جزء من صوته الداخلي لما بيكبر. تالت خطأ وهو المقارنة. بص ابن خالتك او شوف ابن الجيران او اخوك كان اشطر. المقارنة مش بتشجع، المقارنة بتكسر، بتخلق سؤال جوه الطفل انا مش كفاية ليه. رابع خطأ التخويف بدل الفهم، زي ان احنا نقول له هسيبك او الشرطي هيجي ياخدك او ربنا هيعاقبك. الطفل هنا بيتربى على الخوف مش الضمير، وبيكبر وهو قلقان ومش فاهم ومش امن. خامس خطأ وهو الكبت وعدم السماح بالمشاعر، زي ان احنا نقول ما تعيطش انت راجل او مفيش حاجة تزعل. الطفل هنا بيتعلم ان مشاعره غلط، وزعله بيبقى عيب، وسكوته بيبقى امن، وده بيطلع بعدين غضب مكبوت او انفجار او برود. طيب ايه الحل؟ مش الحل ان احنا نبقى مثاليين او ما نغلطش، الحل اننا نصلح ونحتوي ونفهم. عشان كده هديكم 5 مفاتيح تربي طفل سوي نفسيا. اول حاجة حب غير مشروط، قولي انا بحبك علشان انت مش بحبك علشان عملت. تاني حاجة انتقد السلوك مش الشخص، بدل ما نقول انت وحش قول التصرف ده غلط. تالت حاجة اسمعي مشاعر ابنك قبل ما تصححي، قبل النصيحة في احتياج للفهم. رابع حاجة اسمحي بالغلط، لان الغلط مش فشل، الغلط هنا بيكون تدريب. خامس حاجة طمني اكتر ما تخوفي، الامان النفسي هو اساس اي تربية ناجحة. ورسالة مني ليكم، انتوا مش متأخرين ولا فاتكم القطر ولا اولادكم ضايعين. طول ما في وعي يعني في فرصة. احنا مش بنربي طفل، احنا بنربي انسان هيعيش في عالم صعب ويحتاج يكون ثابت من جوه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.